من كوت ديفوار عاونوا كل من إيبا إثيان أيضا كوت ديفوار وعبد العزيز جاوا من جامبيا. حكم رابع في لقاء اليوم سادو البرهامو من كوت ديفوار وعبد العزيز يعقوب مساعد في طبعا المباراة. قلت لحضراتكم مباراة الفائز هيلتقي مع آدم غطى حلو قوي. آدم هنشوف في المنتخب ناشر سيرة كانت تنزانيا وايضا تأهلت مدغشقر. زيان ملعوب على طول حلوه قوي الكره العرضيه الاستلام. كان مع المنتخب محاربي الصحراء في كاس العالم الشمال والمنتخب الجزائري بيحاول ولكن دائما وابدا المباراه الاولى في نصف النهائي والمغرب امام الوصول. تمريره انطلاقه مزيان يبحث عن الثغره ولكن البحرين وجيبوتي. مره ثانيه انطلاقه وبحر الاشقاء. مره ثانيه هنا محمد اسد تصنيف 113 مجيد 20 اسماء كثيره لكن مره ثانيه انطلاقه خطوره الخضره امامنا. انطلاقه حلوه ايمن محيوس. ادي مزيان خبرات عبد الرحمن مزيان على فكره اللعيبه اللي كانت تواجدت في اولمبياد اللي يقدر يكون ليه ادوار مهمه في التمريرات دائر بارقام مميزه. مره ثانيه مزيان بالتالي بيضيع فرصه كبيره 1-1 دايما لقاءاتهم حافله. وادي انطلاقه فرصه عرضيه الهدف يا صلاح الدين عادل. المهاره وبالسنغال الى الدور نصف النهائي. كره ملعوبه لكن فكرتها الهجمه في الجبهه اليسرى يلعب كره العرضيه العاليه التكمله لكن فرصه استلام طبنجة يلعب كرة أمامية لكن أيوب الجزائري. أدي عمدان روفا ثالث كرة يا روفا. هجمة صعبة جدا اللي فاتت دي. هجمة صعبة حاول استلام من جانب اللاعب الخطير أمام بلال بوكرشاوي. ياسر كمل حلو قوي. ياسر عرضيه ياسر خطيره وتعود امامنا هنا جوبك. امامنا عمل كره عرضيه اللي فاتت عوده والسلامه نجوم المنتخب الجزائري بالتحديد. الدفاع لا يمحى. مره ثانيه هنا بيسدد يا ولد محمد. ظهور استلام حلو قوي بالشمال ياسر عوض في اليمين وايضا يوسف احمد طبنجة. صغر السن امامنا هو اسماء ياسر. مره ثانيه كره العاليه المره دي لكن فينا راجل بلول اللي بدأ أكثر تنظيما في بداية المباراة وأكثر انطلاقة حلوة. مزيان تمريرة مزيان بمحيوس سريع. أيمن محيوس ولكن وعارف إن أبوجا هيكون له تواجد ويطلع والأندية الجزائرية عناصر كثيرة من المولودية ومن اتحاد الجزائر. هيسدد حلايمية محمد رضا وعلي أظهر بمستوى مميز في هذه البطولة. في طنجة يلعب كرة العرضية لكن المرة دي خاسف خطرة جدا. شوف هنا بقى مش شايفين بعض ده جاي شيخ صلاح عصاد جمال مناد اسلام سليماني. استقبلت 2 السودان 5 استقبلت هدف ولكن امامنا هو محاولة 8 كلين شيت. امامنا مرة ثانية انطلاقة 6 فوز و4 فاول. السلام في تنزانيا والسنغال والمغرب ان شاء الله في نصف النهائي الاخر. مره ثانيه فيها نوع من الرعونه فيها نوع من التسرع. بص رجعوا النخبه بشكل مميز. مره ثانيه على طول كره قويه ملعوبه حلوه قوي انطلاقه تيا ولكن يا سلام امام يانج افريكانز الكونفدراليه. مره ثانيه على طول محاولات هنا. طبنجة عرضيه خطيره عايز يغمزها صلاح الدين عادل في اللقطه اللي فاتت لكن برافو. بص الحارس برضه المره اسماء الموجوده. جندوز راسيه خطيره المرة دي مجيد مجرة في انتظار الفائز لملاقاة مدغشقر. طبعا وكان عنده إصابة صعبة جدا في الكورة خطيرة فرصة وهدف موسى حسين كانتي. خطأ دفاعي موسى حسين كانتي ولكن كرة زكريا دراوي ترتطم في أيوب غزالة عشان يتقدم منتخب السودان. خطأ كبير جدا في الخروج بالكرة وهدف عكسي في هذه لكن ترتطم في أيوب غزالة عشان يكون هدف. لكن هي الكرة بقى حابة تدخل وحابة تكون أول أهداف اللقاء. روفا مرة ثانية منتخب السودان. روفا بعيدة قوي يا روفا لكن على طول زكريا بوكرشاوي. المرور بوكرشاوي أيمن محيوس حضور جماهيري. ابعاد على طول يشيل المرة. بطولة فيها تطور في الأداء. كان في الدقيقة 53 منذ قليل. أمامية الكرة بدون فلسفة ولكن تحرك أمامنا هنا. بوكرشاوي شوف رمي التماس على طول المرة دي. كانتي يلعب كرة عرضية خطرة جدا. الكرات موسى كانتي قدم زكريا دراوي ووضعت يا أسد
شوف ادي امامنا اهو العربي الموجود ما بين السودان المتقدمه على الجزائر بهدف. روفا بيطمع هنا بيطمع روفا لكن بعيد. امامنا اهو من الجنب اليمين لكن رايه في رايه طلع وسط الملعب. ادي انطلاقه خطير امامنا هنا بيحاول لكن وسط الملعب الحقيقه ليهم ادوار مهمه قوي في الوصول الى مرمى المنتخب السوداني. لكن هنا الجزائر يحاول فرصه مزيان. ادي جوبك امامنا هو شال كره مزيان اللعيبه اللي بيحاول الوصول طبعا الى لقد في دوري النخبه لكن اقول عناصر الضماس عمل الصعب ولكن كورته تفقد قوتها. كان مدافع وعدى ومر مزيان والتدخل وهدف التعادل عن طريق اللاعب البديل سفيان بايزيد اللي بيسجل. سفيان ثالث اهدافه فيها بطولة 2014 ثم في رواندا في الكاميرون 1-2-0 على مالي ثم اخيرا ايضا اعتقد المصباح فيصل كان له الفرص الاكثر ولكن صحوة جزائرية